السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ على النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا أحباب عاملين؟ رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدعامة والحركة في النبات. سلام الله على رسول الله. ويلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الحل بتاع على طول. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنساش تبعت الفيديوهات دي لزمايلك عشان يستفيدوا بيها بإذن الله. ما تنسوش تتابعوا فيديوهات الشرح اللي هتنزل على القناة بإذن الله، سواء كانت ثانوية عامة أو ثانوية نظرية، وحل باقي الكتب بإذن الله سواء ثانوية عامة أو ثانوية نظرية بإذن الله. وكل التفاصيل هتلاقيها في أول كومنت مثبت. وما تنساش تتابع مواعيد الشرح عشان خاطر باذن الله تشوف امتع شرح في حياتك حرفيا، يعني بدون مبالغه، وباذن الله تطلع من كل فيديو مستفيد وفاهم كل حاجه وكل نقطه باذن الله. بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. ما الماده التي ترسب على الجدر الخارجيه لخلايا بشره النبات؟ انا عندي خلايا البشره بيكون فيها نسيج برانشيمي عباره عن خلايا برانشيميه وعليها طبقه من الكيوتين. طبقه الكيوتين دي الغرض منها ان هي تعمل حاجه اسمها الحيلوله دون فقد الماء، يعني من الاخر منع فقد الماء. ولكن لفظ الحيلوله ده عشان مذكور في كتاب المدرسه فلازم ان اللي تكون تكون عارفه بس مش اكتر يعني. فبتمنع فقد الميه. فايه هي الماده اللي ترسب على الجدر الخارجيه لخلايا بشره النبات لمنع فقد الماء؟ هي طبقه من الكيوتين. فتبقى اول حاجه الكيوتين. بعد كده أي المواد التالية تتواجد في جدر الخلايا الإسكلرانشيمية لتوفير الصلابة والدعامة للنبات؟ بيقول لي تتواجد في جدر الخلايا أي خلية في الدنيا، سواء بقى كانت برانشيمية، كولانشيمية، اسكلرانشيمية، خلايا خشب، خلايا لحاء، أي خلية في الدنيا فيها سيلولوز. فبالتالي كده أنا أول حاجة لازم الاختيار بتاعي يكون فيه سيلولوز. هنا في سيلولوز؟ لا. هنا في سيلولوز؟ لا. فاضل عندي دي وفاضل عندي دي. انا عندي الخلايا الاسكلرانشيميه بتغطى بطبقه او مرصبه من الداخل بطبقه من الليجنين. طب انا عندي الكيوتين ده كان موجود فين؟ اللي سايلينها خلايا بشره النبات موجوده فوق عشان خاطر بس بتبقى موجوده على جانب واحد. يعني الخليه هي مثلا دي خليه مش بتكون كلها محاطه بالكيوتين، لا ده بتكون بس فوق هنا من بره بس مش اكتر. ليه؟ عشان تقلل معدل فقد النبات للماء. تمام تمام. فيبقى انا عندي المواد اللي موجوده في جذور الخلايا الاسكلرانشيميه هي الليجنين والسليلوز. تمام تمام. سلام على رسول الله. أي الخلايا التالية توجد في منطقة القشرة في ساق نبات من ذوات الفلقتين وتتميز بترسيب سليلوز؟ ثانية واحدة. أنا عندي الخلايا قلنا خلايا برانشيمية، كولانشيمية، اسكلرانشيمية. أنا عندي مثلا لو جيت نشوف الخلايا البرانشيمية هلاقي الخلايا البرانشيمية كده، دي الخلايا البرانشيمية. طب الكولانشيمية كده برضو هيها بالظبط بالظبط. طب إيه الفرق؟ إن هنا في ترسيب سليلوز، ترسيب سليلوز، ترسيب سليلوز مثلا كده ترسيب سليلوز اهوت، مغلظة بالسليلوز. تمام. انما هنا مش مغلظه بالثلوث وبينها مسافات بينيه. طب الاسكلرانشيميه بتكون مضلعه، يعني واخده شكل مضلع كده ومغلظه بالجنين. تمام. وطبعا بتكون خلايا ميته لان الجنين غير منفذ للماء والبروتوبلازم اللي جوه بيتحلل. تمام. بس طبعا يعني بتكون مرسبه اللي هو ايه، يعني الجدار بيكون مغلظ شويه بالجنين كده. تمام تمام. طب هو بيقول لي هنا تتميز بترسيب ماده السلولوز. هو هنا في ترسيب؟ لا، هو هنا في جدار طبقه واحده سلولوز. طب هنا في ترسيب؟ اه في ترسيب. ترسيب ايه؟ ترسيب سلولوز. وهنا في ترسيب لجنين. هو بيسالنا على مين؟ على ترسيب السلولوز. فتبقى خلايا كولانشيميه او نسيج كولانشيمي. فيبقى الاجابه الصحيحه الاجابه ب. أربعة. من خلال دراستك للشكل التخطيطي المقابل ما نوع النسيجين س وص؟ أنا عندي المادة المشتركة لجنين. أنا عندي البرانشيمي في لجنين؟ لا البرانشيمي ما فيهوش ترسيب أصلا. الكولانشيمي أهو، البرانشيمي ما فيهوش ترسيب. الكولانشيمي أهو في ترسيب سيلولوز. السكالارانشيمي في لجنين، يبقى ده يبقى مثلا س ده سكالارانشيمي. سكالارانشيمي. طب الثلاث انواع دول اللي موجودين قدامي دول هي دي الانسجه النباتيه البسيطه. طب انا عندي انسجه نباتيه ثانيه مركبه اللي هي الخشب واللحاف. طبعا الخشب طبعا كان مرصف فيه لجنين زي ما احنا عارفين. وطبعا فبالتالي النسيج النباتي الصاد ده هيكون لجنين، هيكون خشب، عذرا هيكون خشب ومرصف برضه بلجنين. هنشوف هنا كولانشيمي خشب، لا سكولانشيمي خشب. تبقى الاجابه الصحيحه الاجابه. أي الأنسجة التالية هي الأكثر تأثرا عند معاملة مجموعة من الأنسجة النباتية بإنزيم السيوبرينيز؟ السيوبرينيز دي معناه إيه؟ الإنزيم المحلل للسيوبرين. طب وأنا عندي إيه النسيج اللي بيكون فيه سيوبرين؟ الكولانشيمي فيه سيوبرين؟ لا الكولانشيمي اصلا ما فيهوش حاجه خالص غير هو طبقه، هو خليه واحده اصلا ما فيهاش غير سيلولوز. بصوا يا جماعه، اي خليه نباتيه سيلولوز، اي خليه نباتيه جدارها الخلوي فيه سيلولوز. تمام. قولا واحدا. في ترسيب؟ مفيش ترسيب، كده عندي سيلولوز. فنسيج الكولانشيمي ما فيهوش سيبرين اصلا. طب النسيج الاسكالانشيمي لا ده فيه ليجنين فبرضه مش معايا. الطبقه الفلينيه في السيقان الخشبيه بيكون فيها سيبرين. طب نسيج الخشب لا ده بيكون فيه ليجنين زي ما احنا لسه قايلين فوق. تمام تمام. اي الانسجه التاليه تحول دون فقد، يعني تمنع فقد النبات للماء مع تغير الظروف الخارجيه؟ ايه اللي بيمنع فقد النبات للماء مع تغير الظروف الخارجيه؟ لو جينا هنا نشوف الانسجه اللي انا رسمتها فوق، المفروض اصلا ان شكل الخليه ديت بيضاوي. تمام.
تمام. طب هل الخليه دي برانشيميه طبعا زي ما احنا قلنا، الكولانشيميه دي هل هي بيضاويه؟ بيضاويه برضه بس مرسبه شويه. تمام. طب هل السيلوز ده بيمنع فقد الماء؟ لا، ده ماده منفذه للماء، ده بيعدي ميه براحته خالص. فهل ده لو الظروف الخارجيه اتغيرت او زادت او قلت هل هيمنع؟ لا. يبقى انا كده استثنيت مين؟ البارانشيمي والكولانشيمي. يعني انا الكولانشيمي ده درجه الحراره بره زادت مش هيفرق، قلت مش هيفرق، كده كده مش هيمنع فقد الميه. فالف غلط وب غلط. ليه؟ ده هو اصلا طبقه واحده، نسيج كولانشيمي ما فيهوش اي حاجه خالص، نسيج برانشيمي مش هيمنع اي حاجه خالص، مش هيمنع فقد ميه ولا حاجه. تمام. بالعكس ده هو بيعدي ميه ويدخل ميه عادي جدا، سداح مداح يعني مفيش اي حاجه. تمام. طب بالنسبه لجيم، جيم ده فعلا بيمنع فقد الماء. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا الماده التي ترسل على الجذور الخارجيه لخلايا بشره النبات لمنع فقد الماء كانت الكيوتين، فدي بقى طبقه الكيوتين. طب حد مثلا هيقول لي دي تمنع فقد الماء، هو اصلا في ميه جوه؟ ده لا في ميه ولا في بروتوبلازم ولا في ما فيش حاجه خالص، حرفيا الخلايا من جوه ناشفه ما فيهاش حاجه خالص. تمام. المواد اللي جوه البروتوبلازم اللي جوه اتحلل بقى بكل حاجه، بنواه وبسيتوبلازم وبكل حاجه. تمام. فبالتالي الاجابه الصحيحه تكون الاجابه ج. الشكل المقابل يوضح قطعان عرضيا في ورقه نبات من ذوات الفلقتين. ادرسه جيدا ثم استنتج ما هي المواد المرسبه على جدر الخلايا A و D. ايه ودي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي ايه دي خلايا بشره مرسب عليها كيوتين، فبالتالي انا عندي ايه دي كيوتين. فين هنا كيوتين؟ ب ود، يبقى الف وج استبعدناهم. طب لو جينا هنا نبص هنلاقي خلايا بيضاويه وبينها مسافات بينيه، المفروض ده نسيج برانشيمي ولكنه مغلظ بسيلولوز، فيبقى نسيج كولانشيمي. يبقى الماده المترسبه هنا ماده سيلولوز، فتبقى الاجابه الصحيحه كيوتين وسيلولوز. يبقى الاجابه الصحيحه الاجابه د. سمي الله على رسول الله. ثانيه بس واحده، ايه شفطة شاي. اي المواد التاليه تميز الخلايا الفيلينيه؟ ثانيه واحده. خلايا فيلينيه يعني ايه؟ يعني جدارها الاصلي فيه سيلولوز ومترسب عليه سيوبرين. تمام. يبقى ديت سيلولوز، سيلولوز زائد سيوبرين. طب هل السيلولوز ده حاجه مميزه؟ لا، ده موجود في كل الخلايا النباتيه. تمام. طب الخلايا الكولانشيميه، الكولانشيميه ده سيلولوز ومترسب سيلولوز. طب ما كده كده دي فيها سيلولوز، هل ده يميزها؟ لا. يبقى ايه اللي يميزها؟ السيوبرين فقط. كلام سهل وبسيط وكل حاجه ممتعه والله مفيش اي حاجه. ادرس الرسم التخطيطي التالي الذي وضع احد التفاعلات الكيميائيه. كحول وحمض يديني استر وميه. سيبنا من الميه وسيبنا من الاستر. هو بيسالني هنا عليه على الانزيم. هو الانزيم ده او الماده الشمعيه دي بتتكون فين؟ في خلايا البشره. فبالتالي الانزيم ده هيشتغل فين؟ في خلايا البشره. زي مثلا لما خدنا قبل كده انزيم البيبسين، ده كان بيهضم البروتينات في المعده. هو البيبسين كان بيبقى نشط على طول؟ لا، كان بينشط لما بينزل في المعده. كان بيبقى اصلا مفروض ايه؟ بيبسينوجين. طب بينشط امتى؟ بينشط لما يلاقي الاتش سي ال اللي في المعده، اول ما يلاقي اتش سي ال يروح جاي ينشط. تمام. دي نفس الفكره. طب ايه اللي يخلي انزيم السين ده يبقى ناشط؟ بينشط في الخلايا اللي هي على البشره. طب مثلا هل الخلايا دي ما فيهاش انزيم سين؟ لا فيها بس ما بينشطش. فاهمين انت الفكره ديت؟ يعني الانزيم بينشط في المكان اللي هيشتغل فيه. زي نفس الفكره كده. تمام. فيبقى فين الخلايا اللي بينشط فيها الانزيم سين؟ في اوراق نبات الصبار. يبقى الخلايا اللي على البشره اللي هي عليها كيوتين من بره، اللي هي ايه؟ هتبقى الاجابه الف. هنا عندي في كيوتين، لا هنا في كيوتين، لا ده هنا سيلولوز وهنا مفيش اصلا ترسيب، وهنا ديت لجنين، فبالتالي مش هتنشط الماده الشمعيه او مش هينشط الانزيم اللي بيكون الماده الشمعيه اللي هي الكيوتين. سمي الله على رسول الله. يلا بينا نكمل. اي رسومات التاليه او اي رسومات البيانيه التاليه يعبر عن بعض خصائص نبات الصبار؟ سمي الله على رسول الله. هو نبات الصبار ده نبات صحراوي؟ ميه عنده كتير؟ لا، فبالتالي محتاج يحافظ على الميه اللي عنده. فبالتالي هيعمل ايه؟ هيزود طبقه الكيوتين عشان يقلل فقد الميه. فبالتالي طبقه الكيوتين عندي هتكون عاليه، فقد الماء عندي هيكون قليل. هبدا ادور في الرسومات البيانيه اللي عندي. انا عندي فقد الماء بالاخضر وطبقه الكيوتين بالازرق. فقد الماء عالي، الكيوتين عالي. لا ده طبعا ده ضد اصلا خصائص الكيوتين، مع اننا مش صبار خالص بس ده ضد خصائص الكيوتين. طب هنا لا، طبقه الكيوتين عاليه قللت فقد الميه، يبقى هي دي الاجابه الصح. طب هنا فقد الماء عالي وطبقه الكيتون قليله، طبعا غلط. هنا الاثنين قليلين، فطبعا برضو غلط. سمع رسول الله. يلا بينا نكمل. اي مما يلي قد يعبر عن نسبه الكيوتين. هو الكيوتين ده مش دعامه تركيبيه؟ دعامه تركيبيه يعني دعامه دايمه؟ بتتغير؟ لا. خلاص انا عندي خليه اهي حطيت عليها كيوتين، الكيوتين ده لا يمكن يتشال. طبعا الكيوتين بيتحط على طبقه واحده بس ما علينا، ده مثال. يعني مثلا خليه هي يا عم خليه سكلرانشيميه وحطيت عليها لجنين، هل اللجنين ده في مره من المرات هلاقيه خس؟ هلاقيه اتشال؟ لا، ده دعامه تركيبيه خلاص لزقت في النبات. تمام. غير الدعامه الفسيولوجيه اللي هي اتلغت، كانت موجوده السنه اللي قبل فاتت واتلغت، ان الدعامه الفسيولوجيه كانت بتعتمد على وجود الميه. طب النبات مثلا انا رويت النبات فالنبات شرب فبقى عنده ميه كتير فخد دعامه فسيولوجيه. طب سبته اسبوع في الشمس
فخس شويه والميه اللي فيه قلت شويه، فالنبات كش شويه، فبيعتمد على وجود الميه. طب الميه رايحه جايه، فبالتالي الدعامه الفسيولوجيه دعامه مؤقته رايحه جايه، في ميه في دعامه فسيولوجيه، مفيش ميه مفيش دعامه فسيولوجيه. انما الدعامه التركيبيه موجوده النهار بالليل بالعصر بالمغرب في العشاء في الفجر، كده كده الدعامه التركيبيه دعامه دائمه، دعامه ثابته، نسبتها لا بتقل ولا بتزيد، موجوده طالما انت زودت خلاص هتفضل على النسبه دي على طول. تمام تمام. فبيقول لي نسبه الكيوتين، اي ميماري قد يعبر عن نسبه الكيوتين المتواجد على سطح خلايا البشر على مدار اليوم. هشوف حاجه موجوده بنفس النسبه طول اليوم. 15 35 غلط، 12 12 12 هي دي الصح. طب ابص في الباقي 22 22 10 لا غلط، هنا اقل. 15 26 15 لا هنا اعلى. طبعا انا عندي النسبه المفروض تكون ثابته على مدار اليوم، لان دي دعامه تركيبيه دعامه دائمه. تمام تمام. اي سمي الله طبعا. اي الانسجه التاليه لا تتغلظ جدر خلاياها بماده داعمه. هو انا عندي مين اللي ما تغلظش؟ النسيج البرانشيم، الكولانشيم متغلظ بسيلولوز، السكالانشيم متغلظ بليجنين، الخشب ليجنين. طب انا عندي هنا مين اللي مش متغلظ بحاجه خالص؟ هو نسيج الكولانشيم. طب البرانشيمي عذرا، النسيج البرانشيمي هو اللي مش متغلظ باي حاجه. طب ده لا، ده متغلظ بكيوتين، ده خلايا بشره. طب ده هو ده النسيج البرانشيمي اللي مش متغلظ باي حاجه. عرفت منين؟ لان في مسافات بينيه بين الخلايا مبينان الخلايا اللي تحت. ما هي يا جماعه بص البتاع دي طبقات، يعني طبقه خلايا هي، طبقه خلايا هي، طبقه خلايا تحت، طبقه خلايا، فبالتالي لما يكون في هنا مثلا مسافات بينيه هشوف الخلايا اللي تحت. وصل لكم؟ تمام. يبقى النسيج ب هو الذي لا تتغلظ جدر خلاياه بمادة داعمة. أي الأنسجة التالية لا تشارك في تدعيم ساق نبات. لا تشارك في تدعيم، تمام. لا تشارك في تدعيم يعني إيه؟ يعني ما عليهاش ترسيب، ما عليهاش دعامة تركيبية. مين في دول ما عليهاش دعامة تركيبية؟ النسيج ب. ليه الكلام ده يا عم محمد؟ بس ما يعني ليه النسيج ب اشمعنى؟ ما النسيج ب ما عليهوش ترسيب، ما عليهوش دعامه، ما عليهوش سيلولوز، انما ده لا، ده بيشارك في تدعيم ساق النبات، لان ده السيلولوز ماده صلبه بس بتدي ليونه. عارف انت الحاجه اللي هو الاستيك القوي؟ هو الاستيك ده صلب ولا سائل؟ لا صلب، ومش رخو كده اللي هو تمسك الاستيك كده يفرفرت منك، لا استيك صلب ولكنه فيه ليونه. تمام. غير مثلا الخشبه صلبه بس ما فيهاش ليونه. هي الفكره الفرق بين دي وبين دي، بس كده كده في دعامه في النبات في الساق بالنسيج الكولانشيمي. اما النسيج البارانشيمي ما فيهوش اي دعامه خالص، ما فيهوش اي ترسيب، فبالتالي ما فيهوش اي دعامه. رقم 14 الشكل البياني المقابل يوضح التغير في سمك الجدار الخلوي لاربع خلايا نباتيه انشائيه اثناء تميزها يعني إيه؟ يعني مثلا بتتغير، يعني الخليه بتبدا تنمو وعند وقت معين هتديك نوع خليه معين. تمام تمام. اي هذه الخلايا تنتمي للنسيج البارانشيمي ده احنا لسه قايلينه هنا اهو، ده البارانشيمي. هل عليه ترسيب؟ لا. فبالتالي سمك الجدار بيتغير؟ لا. فهشوف حاجه هنا سمك الجدار ثابت. فين هنا سمك الجدار ثابت؟ ادي الخلايا لحظه التميز هنا، في حاجات زادت وفي حاجات قلت وفي حاجات ثابته. مين اللي ثابت؟ هو ده النسيج البارانشيمي. ليه؟ لانه ما بيترسبش على اي حاجه، هو نفس النسيج بنفس السمك طول حياته. تمام تمام. الشكل المقابل يوضح مقطعا عرضيا في ساق نبات حديث ذي فلقتين. حديث يعني ايه؟ يعني ما نشفش، يعني ده المقصد يعني. معلش بس الشاي بس وكده، فعشان كوبايه الشاي تبرد بجد يعني. ما الانسجه التي تشترك في ترسيب نفس الماده الداعمه؟ سمي الله على رسول الله. ده خلايا بشره، الماده الداعمه اللي فيها كيوتي ليه تحول او الحيلوله دون فقد الماء. تمام، دي وظيفتها تمنع فقد الماء. طب ده نسيج كولانشيمي مترسب فيه سيلولوز. العين ده نسيج سكلرانشيم مترسب فيه ليجنين. اللام نسيج خشب مترسب فيه ليجنين. مين هنا اللي مشتركين في نفس المادة الداعمة؟ عين ولام. الشكل المقابل يوضح بعد خلايا ثمرة الكمثرى. ثانية واحدة، سمي الله على رسول الله. ما رقم أو أرقام الخلايا المدعمة بمادة صلبة؟ الخلية رقم واحد دي نسيج برانشيمي ولا نسيج كولانشيمي؟ اشمعنى قلت لي كده؟ لأن أنا عندي خلية حية، لأن هي لو مترسب عليها لجنين هتموت، سيوبرين هتموت، لو كيوتين من كل الجهات هتموت. أنا شايف هنا مفيش ترسيب أصلا، وفي مادة حية، فالمادة الحية دي معناها إيه؟ إن هي برانشيمي يا كولانشيمي. في ترسيب؟ لا، يبقى ده برانشيمي، يبقى ده برانشيمي. مترسب بماده صلبه؟ لا، يبقى كده واحد عندي مش هختارها. تمام. طب اتنين، مفيش ماده حيه، مفيش بروتوبلازم، لا نواه ولا سيتوبلازم بقى ولا عضيات ولا اي حاجه من الحاجات دي، فده مترسب ايه وخلايا مضلعه، فبالتالي ده يبقى نسيج ايه؟ سكالرانشيمي. تمام. يبقى نسيج سكالرانشيمي ده مترسب بالجنين، فتبقى ما رقم او ارقام الخلايا المدعمه بماده صلبه؟ هي الخلايا اتنين فقط، هي دي اللي مدعمه بماده صلبه اللي هي الليجنين. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله على رسول الله. الشكل المقابل أو الشكل التالي يوضح تركيب اربع انسجه نباتيه مختلفه، اتعرف على كل منها ثم استنتج. انا عندي دي خلايا الثغور
دي خلايا الحارسه للثغر، بتفتح وتقفل يعني على حسب ما انا عايز اطلع ولا لا. ديت طبعا خلايا حجريه، وده طبعا نسيج سكلرانشيمي. ديت خلايا ايه دي؟ ركز كده، انا عندي نسيج اهو بيضاوي اهوت بس مترتب في ماده، في ماده حيويه جوه اللي هي البروتوبلازم. تمام، طبعا طالما عندي بروتوبلازم جوه يبقى مش مترسب لا بلجنين ولا بسيبرين ولا بحاجه من الحاجات ديت، ولكن الجدار متغلظ اهوت، شايف الجدار فيه تغليظ، يبقى ده مترسب عليه سيليلوز عشان في ماده حيه جوه، يبقى ده نسيج كولانشيمي. ده عليه ترسيب سيلولوز؟ لا، انا شايف فيه مسافات بينيه ومفيش ترسيب اصلا ولا تغليظ ولا اي حاجه، فده بقى نسيج بارانشيمي. احنا كده اتعرفنا على الخلايا، نشوف بقى السؤال اللي هو عايزه ايه. اي الانسجه النباتيه السابقه تعتمد قدراتها على تدعيم النبات واكسابه صلابه على اماكن توزيعها وانتشارها. هو انا عندي ايه الانسجه اللي متوزعه ومنتشره على طول النبات؟ هو النسيج السكالرانشيمي والنسيج الكولانشيمي، ده اللي فيه دعامه. تمام، يعني انا ممكن يكون عندي نسيج برانشيمي، بس النسيج البرانشيمي ده فيه دعامه؟ لا، مفيش دعامه. طب انا الصغور عندي موجوده في كل النبات؟ لا، مش موجوده في النبات، بتكون موجوده في الورقه. ليه؟ عشان ده اللي بيطلع منها الميه اللي هو العرق، يعني زي الانسان كده، زي ما بيعرق فالنبات برضو بيعرق، بحيث ان هو برضو يرطب درجه حراره النبات ذات نفسه يعني. تمام، فهي الاوراق هي اللي بتطلع اللي فيها صغور، وهي دي اللي بتطلع ميه وما فيهاش دعامه. تمام، وممكن يكون صغور، في صغور موجوده تاني برضو في اجزاء تانيه من النبات، مثلا ممكن يكون موجود في الساق عادي ولكن برضو ما يكونش فيها دعامه. فانا عندي مين؟ هل البرانشيمي ده فيه دعامه؟ لا. الصغور دي فيها دعامه؟ لا. فبالتالي مين اللي عندي فيه دعامه؟ الخلايا الحجريه، اللي قلنا ان هي نوع من الخلايا الاسكالرانشيميه. طبعا كان عندي خلايا حجريه والياف. تمام، وعندي نسيج الكولانشيمي، يبقى 2 و3. يبقى الاجابه الصحيحه 2 و3. ده فيه لجنين مدينه دعامه ومدينه صلابه، وده فيه كولانشيم مدينه دعامه وصلابه ومرونه. تمام تمام. الجدول المقابل يوضح بعض خصائص الخلايا النباتيه. ادرسه ثم اجب. ايه ادرسه دي؟ ما علينا ما علينا. ثم اجب. اي الاشكال التاليه يمثل نوع الخلايا ب؟ بي ولا ايه؟ بي ديت فيها لجنين وخلايا غير حيه. لجنين، خلايا غير حيه، يعني سكالرانشيمي عشان فيه لجنين وخلايا غير حيه. فهبدا ابص، انا عندي الخلايا الاسكالرانشيميه كنت بعرفها ازاي؟ كان شكلها مضلع وفاضيه من جوه. طب انا عندي كله فاضي من جوه، هبص على حاجه شكلها مضلع وعليها تغليظ من بره. تمام، طب هنا ده انا عندي شكله بيضاوي ومغلظ بسيلولوز، فيبقى ده كولانشيمي. عندي شكله بيضاوي وفي مسافات بينيه ومش مغلظ، يبقى ده برانشيمي. ده برانشيمي بس ده خلايا بشره عليها كيوتين من بره. تمام، بس دي خلايا حيه. تمام تمام. طب انا ده عندي فيه لجنين مترسب اهو عليه من بره وخلايا مضلعه، فيبقى الاجابه الصحيحه الاجابه د. بسم الله، صلى الله على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اتمنى تكون الشرح واضح، الدنيا بسيطه ولذيذه. شفطة شاي. اي المواد التاليه توجد في الجذور الخلويه؟ احنا اتفقنا يقول لي جذور خلويه، فانا رقم واحد كده عندي اهو بالخط الكبير اهو سيليلوز. يقول لي جدار خلوي سيليلوز. ابدا بقى اشوف ايه نوع النسيج ده. هل هيبقى مع السيليلوز حاجه تانية، ولا سيليلوز فقط زي نسيج البرانشيم؟ حاجه تانية زي مين؟ زي ممكن مثلا سيوبرين اللي هي الطبقه الفلينيه في السيقان الخشبيه. ممكن لجنين يعني خشب وسكالرانشيم، او النسيج السكالرانشيم. ممكن كيوتين خلايا بشره. تمام، ممكن سيلولوز ترسيب يعني زياده، فيبقى ده نسيج كولانشيم. هبدا ابص، انا عندي دي خلايا غير حيه. ثانيه واحده، خلايا غير حيه نسيج سكالرانشيم. انا عندي دي خلايا حجريه ودي الياف. تمام، والاثنين دول نوع من النسيج الاسكالرانشيمي. طب النسيج الاسكالرانشيمي فيه ايه؟ فيه سيلولوز وفيه لجنين. سيلولوز ولجنين، سيلولوز ولجنين. الاجابه الصحيحه الاجابه ب. تمام. ادرس، ماشي، ما علينا ما علينا. ادرس الجدول المقابل جيدا ثم استنتج ما هي المواد A و B و C على الترتيب. خلايا مسؤولة عن نقل الماء والأملاح. الماء والأملاح دول مواد خام بيتنقلوا فين؟ في الخشب. تمام، المية والأملاح بتنقل الخشب. طب والغذاء في اللحاء؟ الغذاء في اللحاء. والمية والأملاح دول مواد خام أو مواد معدنية بتنقل في الخشب. تمام تمام. طب والماء والأملاح دول بينقلوا في الخشب من اللي منين؟ من الجذر للساق والأوراق. طب الغذاء بيتصنع فين؟ بيتصنع في الورقة. ليه؟ عشان الخلايا بتاعت الورقة فيها بلاستيدات خضراء هي اللي بتقوم بالبناء الضوئي فتنتج لي الغذاء فنوزعه على بقية النبات. فالغذاء بينتقل من الورقة للساق للجذر، أما الماء والأملاح بينتقلوا من الجذر للساق للأوراق. تمام تمام. فيبقى ده نسيج خشب. طب الخشب كان مترسب فيه لجني. الخلايا الخارجية للساق نبات خشبي. خشبي يعني فيه سيوبرين. خلايا حية تقلل فقد الماء كيوتين.
زي اللي فين؟ زي اللي في موجوده في البشره، كان عليها طبقه كيوتين بتمنع فقد الماء، او الحيلوله دون فقد الماء. انا باكد عليك على اللفظ ده لان هو هيجي لنا جنه من شويه وهيجي لنا تاني برضه. تمام تمام. فيبقى عندي ليجنين سيوبرين كيوتين، ليجنين سيوبرين كيوتين. الاجابه الصحيحه الاجابه ج. الشكل المقابل يوضح قطاعا عرضيا في ساق احد النباتات. ادرسه جيدا ثم استنتج ما رمز ونوع النسيج الممثل النسيج الممثل بالعمود A في الرسم البياني الموفق. هنا بيقول لي نسبة السليلوز كتير، وهي نسبة السليلوز العادية. مثلا ب ده او ب ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون برانشيم معلوش ترسيب، وممكن يكون برضه سكالارانشيم. ليه؟ حد يقول لي طب ما هو في تغليظ. ايوه، هو مغلظ بسليلوز ولا مغلظ بالجنين؟ هو خلية عادية خالص، بس الترسيب ده ترسيب لجنين مش ترسيب سليلوز. طب انا عندي السليلوز ده كان في مين؟ الله ينور عليك، في الكولانشيم. ليه؟ لان هو خلية برانشيمية عادية وعليها ترسيب سليلوز 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 وهكذا، فنسبة السليلوز زيادة فين؟ في الكولانشيم. طب ابص هنا، انا عندي ده، هل سيبك من هي الاجابه صحيحه اكس، بس بص هنا هنلاقي مثلا الواي دي، هل الواي ديت في ترسيب سليلوز؟ لا. الزد دي في ترسيب سليلوز؟ لا. هنا في ترسيب سليلوز، فالاجابه ساعتها تبقى اكس ونسيج ايه؟ كولانشيم. اكس نسيج كولانشيم، يبقى الاجابه الصحيحه الاجابه ب. تمام تمام. الشكل المقابل يمثل احدى الخلايا الحيه في جذر النبات. تمام، خلايا حيه. اي مناطق هذه الخلايا يمكن ان يمر خلالها الماء. شريط كاسبر ده ماده سيوبرين، فبالتالي يمنع مرور الماء، فبالتالي الخليه ديت خليه حيه، او شريط كاسبر ده غير حي، عذر. شريط كاسبر ده غير حي، يبقى غير حي طبعا. تمام. طب انا عندي الخلايا كلها هل هتكون حيه ولا ميته؟ لا، هتكون حيه عادي. هو انا لو كبيت ميه من فوق، مش ده هتشرب ميه وده هتشرب ميه؟ دي بس اللي هتمنع، او شريط كاسبر بس اللي هيمنع فقد الماء، او اللي هيمنع مرور الماء، عذرا. تمام. فيبقى دي فيها ميه ودي فيها ميه، فيبقى مين اللي عنده ميه او مين اللي بيمر من خلال الميه؟ الخليه كلها ما عدا شريط كاسبر. يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ هتبقى ج، الخليه كلها ما عدا شريط كاسبر. اذا تعرض نبات ماء لمحلول سام، حلو قوي، فاي مواد التاليه لا يمكن ان تحول دون دخول الماء. يعني ايه المواد التاليه اللي مش هتمنع دخول الميه للنبات او دخول المحلول ده للنبات؟ هو مين اللي كان ما بيمنعش دخول الميه او دخول المحلول او دخول اي حاجه؟ السليلوز بس، فتبقى السليلوز. طب الكيتين لا يمنع، السيبرين يمنع، الليجنين يمنع. الشكل المقابل يوضح احد انواع الاشجار الخشبيه، حلو قوي، ادرسه جيدا ثم اجب. ماشي. اي ماده تاليه تتواجد في المقطع العرضي للتركيب 2 اللي هو الساق، ساق خشبيه. تمام، ففيها سيبرين. مبدئيا لا تتواجد في المقطع العرضي للتركيب واحد. هو واحد ده مش اوراق خضراء؟ الورقه الخضراء بيكون فيها سيبرين؟ لا طبعا، ده السيبرين يموتها، ما تبقاش لونها اخضر. طب فيها ايه؟ هي فيها بس نسيج، انسجه عاديه خالص، بيبقى فيها خلايا برانشيميه، ولكن في البشره بيكون عندي الماده اللي موجوده في البشره بتكون الكيوتين زي ما قلنا. ليه؟ عشان تقلل فقد الماء، او الحيلوله دون فقد الماء زي ما احنا لسه شايفينها فوق. تمام تمام. فيبقى ايه المواد اللي موجوده في اتنين مش موجوده في واحد؟ ما هو ليه؟ ما هو ممكن مثلا يقول لك ايه المواد اللي موجوده في اتنين وموجوده في واحد؟ هيبقى كده عندي، او اي المواد مثلا اللي موجوده في المقطع العرضي اتنين. لو ما قالكش دي هختار مادتين، مين هما؟ سيلولوز وسيوبرين. طب قال لك تتواجد هنا وما تتواجدش هنا، هو هنا مش فيه سيلولوز وفيه كيوتين. طب ايه اللي موجود هنا؟ سيلولوز وسيوبرين. طب وهنا سيلولوز وكيوتين. قال لك موجوده هنا مش موجوده هنا، يبقى السيوبرين فقط. تمام. انما لو مثلا ما جابلكش الحته ديت في السؤال، هتختار سيوبرين وسيلولوز، لان هنا مهما كان حتى لو كان في سيوبرين فبرضه في سيلولوز. تمام تمام. بسم الله صلى على رسول الله. اي مواد تاليه تساعد على احتفاظ الاشجار الخشبيه للنباتات بالماء لفتره اطول؟ هو هنا قال لي اشجار خشبيه ولا سيقان خشبيه؟ قال لي اشجار خشبيه، ما كلمنيش عن السيقان. فبالتالي اشجار يعني ايه؟ يعني الشويه اللي فوق اللي هم الاوراق والساق والجذر. تمام، دي شجره كلها. تمام. طب انا عندي ايه اللي بيخلي النبات يحتفظ بالماء لفتره اطول؟ انا عندي فوق في كيوتين بيقلل فقد الميه، وعندي هنا في سيوبرين برضو بيقلل فقد الميه. تمام تمام. طب حد يقول لي الجذر، هو بذمتك هو انا الجذر هحط فيه كيوتين ولا سيوبرين؟ طب ما هو مش هيمتص ميه اصلا. فاهم يعني؟ الجذر مبيبقاش فيه حاجه من الحاجات دي. الجذر انا عايزه يبقى فيه سيلولوز، بص هو سيلولوز بس عشان خاطر يمتص ميه كتير. ما انا عايزه يمتص ميه، هحط له كيوتين يمنع امتصاص ميه؟ يبقى اكيد لا. انا بحط كيوتين فوق او سيوبرين فوق عشان خاطر اقلل فقد الميه. طب السؤال ده لو قال لي السيقان، هختار سيوبرين بس. قشطه قشطه. سم الله صلى على رسول الله. الشكل المقابل يوضح مقطعا عرضيا في ساق نبات حديث ذي فلقتين. ثانية بس، شفت شيء؟ ادرسه جيدا ثم استنتج. ماشي يا عم. أي من الرسوم البيانية التالية
يوضح التغير في نسبة الليجنين في الجذور. تمام. الخلوية عند الانتقال من س لص. هو انا س ده عندي ايه؟ دي خلايا بشرة عبارة عن نسيج برونشيمي عادي وعليه طبقة كيوتين من بره. تمام تمام. طب صاد، عندي نسيج نسيج كولانشيمي عذرا، كولانشيمي عذرا مترسب فيه سليلوز. طب عين، ده نسيج سكالرانشيمي فيه لجنين. تمام. فبيقول لي من س لعين. هو انا عندي هنا فيه لجنين؟ لا. هنا في لجنين؟ لا. هنا عندي في كيتي مفيش لجنين. هنا في سليلوز مفيش لجنين. هنا في لجنين ماشي. هو بيقول لي من س لعين. طب تمام، ابدا ابص على الاختيارات. هو انا كان عندي في س حاجه وبدا يزيد عشان رحنا صاد؟ لا. طب هنا سيبنا من دي الصح، بس نسيبنا من دي. طب ما احنا ممكن نختار دي. هنا مثلا بيقل، طبعا دي برضه غلط لان هو بالعكس هنا كتير وهنا قليل اصلا. طب هنا قليل ولا مفيش؟ ده مفيش خالص. طب ليه ما اختارش دي؟ بص يا حبيب قلبي، هي دي معناها ايه؟ لو مثلا جينا الرقم البتاع ديت هنقول مثلا 1 2 3 4 مثلا. تمام. فهو معنى كده ان هو هنا في النسبه 4 وزاد هنا. طب هنا في 4؟ لا ده مفيش اصلا. طب هنا لا، هنا بقى الرسمه دي معناها ان س صفر. ليه؟ اهو ما طلعش خالص، ما فيش. ما هو المفروض بص، طالما ما فيش رسمه كده يبقى معنى كده ان المحور ده ماشي على السين كده، فاهم؟ مش ماشي كده، ماشي كده وهنا طلع، فاهم؟ فهنا معنى كده ان السين صفر ودي صح. الصاد صفر ودي صح. العين لا، العين زاد بشكل كبير، فبالتالي الاجابه الصحيحه تبقى الاجابه ب. هي دي الاجابه الصح. تمام تمام. خلي بالك من حته الرسومات البيانيه، درس مهم وسهل قوي واسئلته سهله جدا، ولكن ممكن يلخبطك في حاجه سهله زي ديت. ممكن تختار الاجابه ج وتيجي بعد كده تقول ازاي الاجابه ج، ازاي الاجابه مش ج يعني. لا، هو حضرتك ما فيش هنا اصلا الجنيه لا في س ولا في ص، فبالتالي هبدا من الصفر بعد كده النسبه هتزيد. ادرس الرسم البياني. هو كله ادرس ماشي يا عم. ادرس الرسم البياني المقابل الذي يوضح كميه المواد الموجوده في جدر بعض الخلايا النباتيه. ما وجه التشابه بين A ودي؟ A ودي. انا عندي A فيها الازرق ده سيلولوز، A فيها سيلولوز ودي فيها سيلولوز، وA فيها سيوبرين الاحمر ودي فيها كيوتين اللي هو الاصفر. تمام تمام. هبدا ابص على وجه التشابه. درجة الصلابة عند التدعيم طبعا لا، درجة الصلابة مختلفة أكيد، ده في حاجة أعلى من التانية، فدي برضو ملهاش دعوة. طب بالنسبة لزيادة احتفاظ النبات بالماء، زيادة احتفاظ النبات بالماء أنا عندي فعلا. لو أنا عندي A فيها مية السيبرين مش هيعديها، ولو عندي دي فيها ميه برضو الكيوتين مش هيعديها، فبالتالي الاجابه صح هتكون الاجابه ب. طب نكمل. وجود البروتوبلازم لا، انا عندي السبرين اللي هي تكون الخليه ايه ما فيهاش بروتوبلازم. هنا في بروتوبلازم ماشي. طب درجه المرونه لا طبعا، انا عندي مش هيكون في مرونه المرونه مش هتكون متشابهه لان السبرين ده بيكون خلايا خشبيه ما فيش مرونه اصلا. يعني يمكن الكيوتين بيكون فيه مرونه شويه. ودرجه الصلابه هنا ايه هتكون اصلب بكتير قوي من دي. ده ايه دي مثلا؟ يعني جرب مثلا كده تروح على ساق نباتات خشبيه وتروح جاي خابطها رجل واكلها نص وشوف الشجره هتقع ولا لا. هو تقريبا انت اللي هتقع وهناخدك على المستشفى، يعني ده ما فيهاش كلام غير كده. طب مثلا هات ورقه نبات مثلا او مثلا عود ملوخيه واضربه بالرجل هتلاقي العود الملوخيه اتنتش اصلا، ما فيش حرفيا عود ملوخيه. ليه؟ هو كده كده فيه كيوتين، ولكن الكيوتين بيدي يعني صلابه ولكن مش بالدرجه اللي هي تخلي النبات يكون ناشف وصلب. تمام تمام. فبالتالي الاجابه صح هتكون الاجابه ب، لان كده كده الاثنين دول بيمنعوا فقد الماء، فبيخلوا النبات يحتفظ بالماء لفترة أطول. كده احنا خلصنا لحد أسئلة الدعامة في النبات. بإذن الله نبدأ في الدعامة في الإنسان. اللي تابع الشرح معانا وتابع الحل وتابع كل الحاجات اللي تنزل بإذن الله للأحياء ثالثة ثانوي، إن شاء الله ينزل شغل جامد جدا 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 بإذن الله. بس كده، بس صلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير. سلام.